أيها التجار يا من بسط الله عليكم من فضله، نحن نعيش في هذه الأيام في أيام فصل الشتاء، وهذا الفصل فيه أجواء البرد، وأجواء البرد تتعب الناس، هي ابتلاء عظيم. الناس يتعبون في طعامهم وشرابهم ولباسهم وعلاجهم ووضوئهم وصلواتهم. أيام البرد أيام ابتلاء، فيبتلى الغني والفقير. أيها التجار يا من بسط الله عليكم من فضله، أيها الثري يا من أعطاك الله من فضله، يا من بسط عليك وقدر على غيرك الفقر، انتبه، قف، انتبه، ركز. ما أعطاك الله المال إلا ابتلاء لك، مش علشان تخزن الأموال في الشنيط وفي البنوك وفي الداخل وفي الخارج. لا، ما أعطاك الله لهذا. ربي ما أعطاك أموالا لتحتكرها في الشنيط وفي البنوك وفي الداخل وفي الخارج. لا لا، أعطاك الله المال لتستفيد منه في حاجتك، وما زاد عن حاجتك تعطي غيرك من المستحقين. هذه هي سنة الله في المال الذي أعطاه الله أهل الثراء. أيها التجار يا من بسط الله عليكم من فضله، فأنت في زمن الشتاء الأرامل، الأيتام، المساكين، المحتاجون من جيرانك وغير جيرانك، من أبناء حارتك، من أبناء شعبك، من أبناء وطنك. أيها التجار يا من بسط الله عليكم من فضله، أنت مسؤول عما أعطاك الله. الناس في شدائد، أنت تتلاعب بالألبسة يمنة ويسرة، وتشتري ملبسا اليوم وترمي به في الغد في كرتون في كيس في الشارع وتشتري غيره، والمسكين يظل يلبس جاكيت 10 سنين 10 سنين إلى أن يصير الجاكيت أصلع، اللون الأصلي قد راح، معه شربات مخرقة، معه شال مقطع، معه ثوب ممزق، معه فلينة علاقي مخرق، معه سروال قد رقعه عند الخياط وعند زوجته وعند أخته وبنته، قد صار بينه وبين ملابسه حرب شعوة. وأنت اليوم تشتري لباسا وترمي به في الغد. أنت محاسب، لا تلعب، هذا مال الله، هذا مال الله، ما هو مالك أبدا. أيها التجار يا من بسط الله عليكم من فضله، تفقد. هذا محتاج إلى جاكيت للبرد من أجل ألا يصاب بالزكام ورزحات الصدر، هذا محتاج للشال، هذا محتاج للفلينة، هذا محتاج للكفوف اليد، هذا محتاج للشرابات. تفقد، تفقد. إخوانك المسلمين أيها الأحبة، نحيي روح التعاون فيما بيننا. أما يكفي أن اليهود والنصارى قد حاصروا المسلمين أشد الحصار في اقتصادهم، في معاشاتهم، في ظروفهم، في أحوالهم، في تجاراتهم. أما يكفي هذا؟ أما نصحصح ونعقل؟ لماذا نحتكر فيما بيننا؟ أيها التجار يا من بسط الله عليكم من فضله، ليش نحتكر فيما بيننا؟ علينا أن نرخي أيدينا. من كان له قدرة، أخوك، جارك، صديقك، أرملة، يتيم، مسكين، محتاج، أنفق له، أعطاه، يعطيك الله. الناس بحاجة هذه الأيام إلى الغذاء والدواء. الناس اليوم كثر فيهم الزكام ورزحات الصدر، يبدأ بزكمة ينتهي بمرض قلب، وأنت تتفرج على أخيك المسلم، أنت مبتلى. هذا ابتلاء لك، هذا اختبار. أخوك يبدأ بزكمة ينتهي بصدر، ما عنده قدرة يذهب يعمل فحص، ما عنده قدرة على 100 ريال حق دفتر في المستشفى، ما معه قدرة على حبوب أو إبر أو مغذيات، ما عنده قدرة على حبة ليمون أو قطعة زنجبيل، ما معه قدرة على قطرة مرق. أيها التجار يا من بسط الله عليكم من فضله، أخي المسلم أنت محاسب، سنحاسب على ما أعطانا الله. أيها التجار يا من بسط الله عليكم من فضله، ننفق. الذي يقدر على الملبس، والذي يقدر على الغذاء، والذي يقدر على الدواء. نتكاتف فيما بيننا، نتعاون فيما بيننا. الإسلام سلم، الإسلام رحمة، الإسلام تعاون، الإسلام تكاتف. ليس الإسلام احتكار للمال، ليس احتكار أبدا، لكنه بذل، إنه سخاء، إنه عطاء. فعلينا أن نفهم ماذا أراد الله منا في أموالنا، أن ننتفع منها وننفع الآخرين، ومن نفع غيره أعطاه الله. أنفق عليك يا ابن آدم، هكذا قال الله في الحديث القدسي: أنفق عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فأسأل الله جل في علياه أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، وأحيي روح التعاون والتكاتف والتآلف والتآخي بين قلوب المسلمين يا رب العالمين.